سلام عليكم. ايه ده المجتمع ده. مرحبا بكم اصدقاء في قناتكم اوجو 69. الفيديو اليوم غتكون فيه واحد الخلوطه ديال الفيديوهات اللي غنبداو كل بارتي كدوي على واحد الموضوع الاول اللي غندويو عليه هو داك الهضره اللي خرج بها داك اللاعب النيجيري على حساب داك لوطا اللي في المغرب. غنشوفوا الفيديو ديالو الحقيقه ديال داك الفيديو، وغنشوفوا حتى الرياكسيون ديال المغاربه وشنو قالوا على هذا الفيديو. خليكم معنا. You see, in life, yeah, it's all about perspective. Because I snapped at the view I have, people are thinking, nah, this guy's ungrateful. Brother, I never said one thing. I just did one look like this. Never said one thing. Because you see, in life, some people don't have yards. Some people don't have beds. Bro, I'm comfy. I'm playing Mario Kart. The hell? Hey. Anyways, what's my let me go and focus, family. Got a big game coming up, boy. اليوم شفت عدد من الحسابات الجزائرية محتفلين بزاف وفرحانين بواحد الستوري داروا واحد اللاعب من المنتخب الجزائري هنا في المغرب. هذا اللاعب اللي محترف في فريق فولهام الانجليزي جا هنا الى المملكة المغربية والمنتخب ديالو باش يلعبوا مباريات الملحق المؤدية لكأس العالم. المهم له واحد ستوري كيقول لك شوف الغرفه ديالي على ماذا تطل، على مجموعه من المباني القديمه شويه الشعبيه والبسيطه. حسابات جزائريه قال لك سيدي بان شوفوا ماذا ينتظر المنتخبات في كاس افريقيا، شوفوا الوطيلات التي تنتظر المنتخبات في كاس افريقيا. المهم بعد يومين تقريبا او يوم واحد من هذا المنشور ديال هذا اللاعب، الاتحاديه ديال الكرة النيجيرية كترد عليه بمثل أو بهذه الفندق اللي هو في مدينة الرباط، وكتقول لهم ها هي حقيقة الفندق، ها هو الفندق منين يعني من الواجهة ديالو الرئيسية. شوف بيني وبينكم يا إخواننا الكرام، هذا مشكل نيجيري لا علاقة للمغرب به لا من قريب ولا من بعيد. المغرب موفر الملاعب فقط لهذه المباريات ديال الملحق اللي جات ليه نيجيريا والكاميرون على ما اعتقد، نعم الكاميرون والغابون والكونغو الديمقراطيه يلعبوا هنا في المغرب. لا علاقه لنا ولا علاقه للجامعه المغربيه لكره القدم بالفنادق نهائيا. يعني الاتحاديه ديال النيجيريا هي اللي اختارت الفندق وهي التي تتحمل تبعات هذا الفندق، يكون دوز اطوال ولا يكون انا اطوال وحده ولا ما يكونش كاع مصنف نهائيا. هذاك الامر لا يهمنا نحن لا من قريب ولا من بعيد. احنا الجامعه ما كتكلفش بالفنادق، وبالتالي عندنا الفنادق الكبيره جدا 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 اكثر مما تتصورون. عندنا اجمل واروع فندق في افريقيا، ودا واحد العام اروع واكبر فندق في العالم بلا ما نقولوش السميه ديالو، راه كاين في مدينه مراكش، وكل مدينه الحمد لله عندها فنادق. عدد يعني ربع فنادق مدينه مراكش، الربع ديال الفنادق ديال مراكش اكثر من الفنادق كلها التي توجد اليوم في دوله الجزائر من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها. وبالتالي بلا ما تدخلوا معنا لهذا الصراع ديال الفنادق راكم مغلوبين. وهذا الامر هو شان داخلي بين نيجيريا، والرد ديال الاتحاديه ديال النيجيري اليوم هو دليل على ان هذاك امر بين اللاعب وبين الاتحاديه.
وكفى. هذا اللي قدمكم هذا واحد اللاعب نيجيري كيلعب في البريمير ليغ مع فولهام الانجليزي، سميتو الايوبي. واحد اللاعب نيجيري اللي جات المملكه المغربيه، جات البعثه ديال المنتخب انهم يلعبوا الملحق اللي غيأهلهم لكاس العالم. وحنا كنعرفوا على ان الملحق الافريقي كل وقيله غيتلعب في المملكه المغربيه في الرباط، تفهمنا؟ يعني العاصمه الافريقيه، العاصمه الرياضيه الافريقيه اللي هي المملكه المغربيه. دار واحد الفيديو، قال واحد الفندق انه مهترئ والواجهه ديالو مهترئه وكيضحك على المملكه المغربيه او كيضحك على التنظيم ديال المغرب لهذه المباراه. شوف هذا الشعب البراني ما كيقرش فيه الخير ودير الخير ما يطراباس. هذا لاعب ديال نيجيريا جا المغرب باش يلعب الملحق مع المنتخب ديال بلادو ضد الكونغو، بيناتهم ماتش باراج، ما غيتلعب لا في الكونغو لا في نيجيريا، كيختاروا بيناتهم بلد محايد. طاح الاختيار ديالو من المغرب، الجو ديالو والبنيه ديالو والتيرانات ديالو، وجاي على كاس العالم وجاي كاس افريقيا، قالوا زعما نجيو مرحبا بهم. ولكن الجامعه الملكيه المغربيه راه ماشي هي اللي كتكلف التكاليف ديال اللوطيل والنفقه والمطار الى اخره، لان الماتش مع عندنا بيت ناقله جمال. الجامعه ديال كل فرقه هي اللي كتكلف بالنفقات ديال التنقل ديال الفريق ديالها، يعني الجامعه ديال نيجيريا هي اللي كتجي وكتنيغوسي مع المغرب وكتاخذ لوطيل معدل. الجامعه ديال نيجيريا دخلت للمغرب شافت لوطيلات بلا لوطيل 100 درهم مشات ليه. كاين 5 ايطوال، كاين افانتيات، كاين الرباط، لوطيلات في الرباط، لوطيلات في مراكش، لوطيلات في طنجه، تبارك الله لوطيلات عالميين. هما اش قالوا؟ ديجا عندهم مشكل مع الجامعه، قال لك ما كتخلصش اللعابه ديال نيجيريا. ناض هذا اللاعب معروف كيلعب في الانجليز، البطوله الانجليزيه، شاف راسو بانه حطوه في واحد لوطيل محشر. انا كمواطن مغربي نبغي نضرب دويره في بلادي ما غنمشيش ليه. علاش ما غنمشيش ليه؟ انا كاين لوطيلات واعرين فاخرين، علاش غنمشي ليه؟ حنا بلادنا مغاربه بيناتنا وكنعيشوا كلاس، واخا على قد الحال، واخا هاد لوطيل تا هو عنده معايير معينه، ولكن زيد الماء زيد دقيق. الجامعه سقرامه ديال نيجيريا، ولكن غير مقبول من هاد اللاعب يصور الواجهه ديال اللوطيل ويصور الشراجم ديال هاد الشراجم اللي مصورين دابا ديال هاد المواطنين عندهم الحق يدعيو الجامعه ديال نيجيريا ويدعيو هاد اللاعب. ما عندوش الحق يدير تصويره ديال هاد الناس الساكنه ديال المغاربه ويصورها في الانستغرام ديالو ويدير حنا راه الحمد لله ما مشوهينش وبلادنا في اي بي. راه غيضحكوا عليك انت غيضحكوا لك نيجيريا. خليتو لوطيلات الواعرين 5 ايطوان ومشيتو لوطيل محشر، ماشي كنقصدوا محشر، ماشي محشر بمعنى يعني طيح 200 درهم 300 درهم. انا كون جيتو عندي نكري لكم الدار، ولكن نتوما. ودابا غندوز عند خوتنا الجزائريين. من بعد الاصابه ديال اشرف حكيمي وبقاو البعض كيستشفاو فيه والحاله والاخر، دابا دزنا للدقه اللي جات البلايلي، اللي دقه صعيبه على ديال حكيمي بزاف درجات بزاف. حكيمي الا كان غيغيب 6 الاسابيع حتى ل7، بالنسبه للبلايلي غيغيب بالشهور. الله يشافيه ونشوفوا شنو كاين. بنتيني ولد صغير محضرة النية من وقت قيد الطير معروفة ظالمانجية في كل حب والفساد واللي عزل. شتهضر شتقول شتعبر بيتكوفيش انت السبة. انت السبة كون عيط لكم ما لعبش هذيك البارتي وكون ما تبليزيش. روح يا بيتكوفيش الله يعطيك زنجر في الحمام. علاه يا بليدي علاه تدخل في الشوط، علاه يا ربي علاه قلنا راك ما عادش يلعب كاس العرب، ما عادش يلعب كاس افريقيا، كوب دي مودرا في الشيكمون. راكم دير بيتكوفيش الله يعطيك ضربه اللي تضربك، الله يعطيك غمه اللي تغمك، ان شاء الله يدخل فيك كاميو. دقيقه هذا وين تفكرت؟ لا مشي بيتكوفيش السعوديين نع الراسات تاعكم. السعوديين هذه تاع عبايات، هذه تاع شناقل تاع عوضو، نتوما اللي كنتو مانعين بلا اللي يدخل السعوديه ابيها ما عيطش بيتكوفيش. نتوما روحوا الله يعطيكم حبه في الظهر، الله يعطيكم حبه في اللسان، ان شاء الله يا ربي تجرجروا دنيا واخره يا ربي تخرج فيكم دعوتي ان شاء الله يا ربي. قولوا امين يا ربي ان شاء الله يا ربي. شنو نقول لكم يا ربي السعودي ان شاء الله يتبليسوا لكم كاع الجواره تاعكم، الله يعطيكم غمه اللي تغمكم يا ربي. قولوا امين نتوما
يعطوني 20 عشاق يوسف بلايلي خبر كاع ماشي شباب خاوتي، رسميا يوسف بلايلي ما يلعب ني كوب داراب ني كوب دافريك ني كوب دي موند بعد ما تعرض لاصابه خطيره مع ناديه في الترجي التونسي البارح. خاوتي كيما راك تشوف هنا الاصابه، الركبه تاعو دارت في يعني صراحه صرالو تمزق في الرباط الصليبي، والرباط الصليبي الناس اللي ماهيش عارفه اصابه تبعدك عن الميادين لمده لا تقل عن 6 اشهر 7. وباش نزيد نقربها لكم هي تقريبا تشبه نفس الاصابه اللي تعرض ليها اسماعيل بن ناصر ضرب 7 اشهر باش عاود ولا، وباش عاود استرجع المستوى تاعو ضرب عام. يوسف بلايلي خبر كاع ماشي شباب خاوتي على بالي، باسكو اصابه كيما هذه ما تمناها حتى واحد كيما نقولوا حنا. بصح الاصابه كي تجي بهذه الاصابه يوسف بلايلي ما راحش يلعب كوب داراب باسكو بقى لها يا ربي 15 يوم وتبدا ما ب 10 ايام، زائد كوب دافريك باسكو بقى لها شهر و10 ايام كيف كوب دي موند ما نقولكش في الشك انا اوفيسيال بالنسبه ليا ما يلعبش باسكو كوب دي موند بقى لها 6 شهور وشوي، وهو راح يكون حاضر بعد 6 شهور نقولوا 6 شهور. للأسف الشديد خبر يوسف بلايلي الذي تحدثنا عنه أمس تأكد اليوم. نتائج الكشوفات الطبية أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، وهي إصابة خطيرة. كما توقعنا أمس للأسف الشديد بأنه سيغيب عن كأس العرب وعن الكان كأس إفريقيا، والبعض يقول أنه سيغيب في فترة قد تمتد بين 6 إلى 8 أشهر، ما يعني أنه لن يحضر كأس إفريقيا وكأس العرب، وترهن أيضا حظوظه في مونديال 2026. راح الغالي راح ود المغرب معاه وقولي دا مكتوبي والفراق صعيب غادي تخرجوا من الكوب دافريكا غادي تشوروا راح حكيمي ولا انا ما عليتش عيني ولا غزال ما قلت والو، ها مكتوبه لا كأس العرب لا كأس افريقيا لا المونديال 2026. هاكيمي قالوا عليه من 6 حتى 8 سيمانات، الا جينا نحسبوها يقدر يرجع في مي كوب دافريك، نتمنوا ليه الخير. اما بلايلي نتوما براسكم قلتوا تا المونديال ما كاش بيس. اللهم لا شماتة، أنا مش شمسان لكن من حقي إن أنا أفرح إنك زعلان. مهم الاصابه كتبان شويه صعيبه الله يشافيه. هنا ماشي فحال البعض من الجزائريين اللي بقاو كيستشفاو في اللاعب ديالنا اشرف حكيمي، واخا اشرف حكيمي مهم بزاف كعنصر في المنتخب المغربي على بليلي. الله يشافيه. ودابا غندوزو للملعب مولاي الحسن والتركيب ديالو كيطلع شوفوا معاه. نزيد لكم نضرب الملعب ديال البارد طحنوه ما شاء الله. شوف الملعب ديال البارد كي داير بحال شي ملعب ديال الانجليز، يا ريت شي فرقه تلعب فيه وغادي تشوف غتحس روحها بحال يلعبها في الانجليز. نتمنى الجيش ولا فتح الرباطي ولا توارق هذوك اللي كاينين اصلا في الرباط يلعبوا فيه وغادي يشوفوا الجو كيفاش داير. اقسم ملعب عالمي هذاك ديال البارد تحفه مصنوعه تما في الرباط تحفه. يعني حاجه مفخره. مدينه الرباط ولات حاجه كبيره يا صحافه زيكو. كنتو تهضروا على ملعب المغرب صدق داير ربعه. ودي لا اله الا الله وصافي. واش غادي نقول لكم؟ لا اله الا الله. ونتمنى ان شاء الله غادي نقول لكم نتمنى ان شاء الله تفيقوا من هذه العنطره اللي راكو فيها، لانه عيب الاتجاه اللي راكو غاديين فيه. الاتجاه اللي راكو غاديين فيه خصكم تفيقوا. المغرب هرب عليكم في كلش المجالات، وهذيك الكذوب وجو تكذبوا على الشعب في لي بلاطو في هذوك الكواره راه والله ما تطفروه غير الكذوب. يلا هادشي اللي كاين. ها نتوما كذبتوا على الحاجه هما العمال المغاربه حشموكم بهدلوكم الي روتور. يلا السلام عليكم وتهلاو. وها هو الملعب وجاد، ها هو كمل صافي سالا تغطى الضوا وشعلو الكازون باتش كلشي دار الحمد لله. الطريق تعاودات الحمد لله. ولكن كاين اشكال هو انه هذا الملعب هذا الخوت غيتسلم على بعد شهر، وحنا كنعرفوا انه الجزائر ما يمكنش تقبل انه الملعب يتسلم على بعد شهر. دونك دابا كنعطي الحل الاخوان ديالي في الجزائر. نتوما المغاربه راكم شفتوا الملعب ما عندي ما نوريكم. دونك دابا اخواني في الجزائر الجامعه الجزائريه المسؤولين الجزائريين انا ونكون جزائري غنهز الملف وغنشد الطياره وغنجي للرباط اللي فيها المكتب ديال الفيفا وغندعي المغرب، لان نقول لهم ما يمكنش كاس افريقيا تكون على بعد شهر ويلا تسلم الملعب على بعد شهر. دونك
عندكم فرصتكم اليوم في الجزائر، اذا بغيتوا تسحبوا التنظيم من المغرب اخبار في راسكم. والمغاربه نتوما مبروك. واحد المقال دارته صحيفه بريزيليه، واحد الستاد بناو في بريزيل لو ميم كيشبه كيما تاع طنجة، يشبه له، نقولوا شبه له شويه. تاع البريزيل قعدوا فيه 5 سنين باش كملوه، وتاع المغاربه راك تهضر على 13 شهر، يعني تاع بصح والله تاع بصح. دولة عظمى كيما البريزيل بإمكانيات تاعها ضخمة، بلاد كبيرة والله العظيم، يتكلموا على إنجازات تاع العمال هادوما اللي صراحة تحير بيناتهم شكون شباب. بسم الله ما شاء الله. شكري الخاص للعمال هادوما اللي وقفوا ليلا نهارا تاع بصح والله. أيادي مغربية الله ارتاح، يشرفوا المنطقة والله غير يشرفوا. شوف صحافة بريزيلية تحكي عليك، شوف لا تاع بصح. ولادنا اكتسحوا التشكيله المثاليه ديال الجوله الثالثه من دور المجموعات كاس العالم. 6 اللاعبين مغاربه، ديك النتيجه الكبيره اللي داروا 16-0 6 منهم اللي تحطوا في التشكيله المثاليه. ما شاء الله الدراري ديالنا طاحوا مع امريكان، غيسلخوها ان شاء الله. كانوا في الاول حايرين فينا غير حيتاش طلعنا التيران ديال مولاي عبد الله وديك الصوره والاخر، تغفلناهم بواحد 3 اخرين. والمهم مبروك علينا كشعب مغربي، وان شاء الله القادم افضل. وهنا يكون كيسالي الفيديو ديالنا، خليو التعاليق ديالكم وشاركونا الراي ديالكم، وبيس.